فاكرين أغنية على الحلوة والمرة مش كنا متوعدين، ليه تنسى بالمرة عشرة بقالها سنين؟ الأغنية دي لها قصة وحكاية، يلا نتعرف عليها في خربشة فنية مع مروة. الحكاية ابتدت مع المكواجي سيد مرسي، واللي كان بيشتغل في واحدة من محلات منطقة جاردن سيتي، وكان المكان قريب من منزل الشاعر الراحل مأمون الشناوي، واللي كان زبون في المحل ده. وكان في علاقة عاطفية بتربط بين سيد مرسي والخدامة اللي بتشتغل في منزل مأمون الشناوي، وكان بيكتب لها الشعر وبيبعته لها بطريقة ذكية جدا. وفي يوم من الأيام توجه الشاعر مأمون الشناوي لعمله كالعادة، وبيحط إيده في جيبه استخرج ورقة. بيشوف الورقة وجد فيها كلمات وأشعار، لكن مش كلماته ولا أشعاره، واستغرب جدا الورقة دي جت منين. ولما رجع بيته سأل الخدامة عن الورقة، واعترفت له بقصة حبها مع المكواجي سيد مرسي، واللي كان بيبعت لها رسائل غرامية. وحصلت مشكلات بينهم ورفضت إنها تستلم رسائله، وكان بيرسل رسائله عن طريق الملابس اللي بيكويها للشاعر مأمون الشناوي. الورقة كان مكتوب فيها على الحلوة والمرة مش كنا متوعدين، لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين، وده نوع من العتاب لحبيبته. الشاعر مأمون الشناوي أعجب جدا بكلمات سيد مرسي، وطلب إنه يشوفه وتعرف عليه. واعترف له المكواجي أو سيد مرسي إنه بيحب كتابة الأغنيات. وفوراً اتصل مأمون الشناوي بصديقه الملحن محمود الشريف، وعرض عليه كلمات الأغنية واللي عجبته جداً، وطلب منه الحضور لمنزله علشان يتعرف على الشاب صاحب الكلمات. ولحن محمود الشريف الأغنية، واتصل بالمطرب عبد الغني السيد وقال له في أغنية مناسبة ليك. وحضر عبد الغني السيد وأعجب بالكلمات واللحن، وتم تسجيل الأغنية في الإذاعة، وأذيعت وحققت نجاح كبير، وأصبحت أغنية من أهم أغنيات عبد الغني السيد في تاريخه الفني. ودي كانت بداية واحد من أهم الشعراء سيد مرسي، واللي كتب لكتير من الفنانين زي شادية وفايزة أحمد ونجاة الصغيرة ومحرم فؤاد وليلى مراد. استنوني في حلقة جديدة من حلقات خربشة فنية وحكاية جديدة. كنت معاكم أنا مروة صالح.